يوم 26/6/2023 ابل هتمسح كل الصور اللي على موبايلك. جمله انتشرت كتير جدا وجالي عليها اسئله كتير جدا، واصحابي وناس كتير قوي بتسال. تعال اقول لك ايه الموضوع بالظبط وبكل سهوله. ابل كان عندها حاجه اسمها فوتو ستريم، كانت بتسمح لك انك ترفع 1000 صوره على سيكشن خاص بيها او فولدر علشان تحط الصور دي وتبقى موجوده دايما، بحيث ان انت لو معاك ماك، معاك ايباد، معاك ايفون، تقدر تبقى صورك موجوده في كل مكان زي ما هي موجوده في تليفون. بعد التطور اللي حصل وانك دلوقتي تقدر بمجرد تقريبا 100 جنيه او 10 درهم في الشهر تقدر تشتري مساحه لحد 200 جيجا تحط عليها صورك وتحط عليها كل حاجه. ابل حست ان الموضوع ده ما بقاش ليه لازمه، وخصوصا كمان ان تحديث الاي او اس 17 هتقدر بكل سهوله انك بالاير دروب تكمل اونلاين. يعني لو بتبعت حاجه لحد على الاير دروب هتقدر تبعتها له اونلاين. فابل حست ان الفوتو ستريم خلاص ما بقاش ليه لازمه، فقررت انها تلغي الفوتو ستريم. فصورك مش هتتمسح، اللي على تليفونك مش هيتمسح. ما تقلقش، ما تنساش اللايك والشير والاكسبلور، وسيب لي رايك